بيبدأ فيلم النهاردة بشخص اسمه جايك، واللي بيحكي إنه أفضل سائق جوائز في العالم، وعاش عمره كله يدور على حاجات ضايعة من قرون، لكن هو الوحيد اللي كان بيقدر يلاقيها، وده بفضل إنه بيشتغل لوحده وما بياخدش تعليمات من حد. لكن كل ده اتغير لما ضرب الأرض توهج شمسي قوي جدا لدرجة إن العالم كله غرق في الظلام والفوضى بعد قطع الكهرباء والتكنولوجيا. الناس وقتها فكروا إن الحكومة هتتصرف كالعادة، لكن ده ما حصلش أبدا، واللي اتبقى من أمراء الحرب سيطروا على أجزاء متفرقة من العالم. بعد 6 سنين بقى من الكارثة دي بنشوف جايك وهو بيتمشى بالموتوسيكل بتاعه، واللي كان لسه قادر يجيب له وقود رغم الأزمة، خصوصا إنه ما يعرفش حاجة غير البحث عن الأشياء الضايعة. في الوقت ده بيكون جايك في إحدى المهمات داخل لندن، وبيستعد كعادته وبيدخل مبنى مهجور تماما، وبيبدأ يركز في كل التفاصيل اللي موجودة حواليه علشان يوصل للي هو عاوزه، لحد ما بيقدر يكتشف خزنة كده موجودة في المكان فعلا. ورغم إن الخزنة بتشتغل بكلمة سر، إلا إن المحنك جايك بيقدر يفك شفرتها بسهولة، لكن لما بيفتح الخزنة بيلاقي جواها جرامافون، الجهاز ده اللي بيشغل اسطوانات الموسيقى، فبيستخدم الشفرة السرية اللي فكها علشان يعرف الاسطوانة المناسبة وبيشغلها، ووقتها بس الأوامر الصوتية بتشتغل والجزء السري من الخزنة بيفتح، فبيلاقي جايك جواها الكمان القديم اللي كان جاي يدور عليه. لكن أول ما بيسمع أصوات في البناية بياخد الكمان وبيحاول يمشي بسرعة، لكن وقتها مجموعة من الرجالة بيعترضوا طريقه وهم لابسين لبس الشرطة، فبيفهم جايك إنهم من اللصوص وعاوزين الكمان اللي في إيده، لكن رغم كده مش بيتردد لحظة في رفع البندقية عليهم. على طول بقى بيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني بمنتهى القوة والحسم، لدرجة إن ولا واحد فيهم بيلحق يقرب له حتى، ولما سلاحه بيخلص بيطلع سكينة وبيقضي على واحد فيهم، وكده بس ما كانش فاضل غير زعيمهم اللي بيمسك السكينة وهو غضبان، بس جايك العبقري بيكون ثبت فيه متفجرات وبينهي حياة الراجل في الحال. ساعتها بقى بيمشي بعد ما نجح في المهمة بتاعته، وبيروح على قصر فالنتاين اللي عين نفسه الملك الجديد في انجلترا، وبيقابل هناك وزير الدفاع بتاعته علشان تاخد منه الكمان، بس كانت مستغربة جدا ازاي قدر يجيبها، خصوصا انهم بعتوا رجالة كتير لنفس المكان، وفي كل مرة كانوا بيرجعوا من غير حاجة او حتى ما بيرجعوش اصلا. وعلشان كده بتعرفوا الوزيرة ان الملك عاوز يشوفه علشان مهمة جديدة، بس اول ما جايك بيعرف ان المهمة دي في الجانب الاخر من العالم بيرفض، خصوصا ان الاماكن دي مليانة بالفوضى والخطر. لما بقى الوزيرة بتعرف الملك بالموضوع بيرفض تماما، وبيعرفها انهم لازم يضغطوا على جايك لان هو الوحيد اللي هيقدر يساعدهم في المهمة الجديدة. اما بالنسبة لجايك فبيسوق الموتوسيكل بتاعه لحد ما بيوصل لمرفأ مراكب، وبيتضح ساعتها انه بيحاول يعيد بناء المركب بتاعه علشان يبحر بيه في المحيط ويسيبه من فوضى العالم دي كلها. وعامة بيقضي باقي اليوم مع الكلب بتاعه في هدوء وسلام، وبيحلم كمان انه صلح المركب فعلا وابحر بيها، بس فجأة بيصحى من النوم لما بيسمع صوت بره المكان، ولما بيخرج بيلاقي احد جنود الملك اتعلق في فخ كان مجهزه، واللي بيعرفه وقتها ان الملك موجود في ساحة الخردة اللي جنبهم وعاوز يقابله. فبيروح له جايك وبيلاقيه هناك عامل عشاء خفيف كده من اللحوم اللي بقت شبه منقرضة، لكن بيبان وقتها ان الاتنين مش متفقين خالص، خصوصا ان جايك شايف بدل ما يجمع قطع اثريه نادره يحاول على الاقل يحل مشكله الميه والاكل، بما انه بقى الملك وعاوز يسيطر على الارض كلها. فبيأكد له الملك انهم شغالين على الموضوع فعلا، لكنه صعب للغايه، خصوصا ان البنيه التحتيه للارض متدمره تماما، وهتاخد وقت طويل لحد ما يعيدوا بنائها، خصوصا في ظل وجود اعداء زي جنرال فولكوف، وده عامل امبراطورية كده في بلد تانية وبيتحدى الملك. وبيحكي له بقى الملك ان جنرال ده اكبر خطر على البشرية حاليا، لانه بيفضل يشوف العالم يحترق حتى الرمق الاخير. ورغم ان جايك بيبقى شايف الملك والجنرال زي بعض، اهم حاجة عندهم السلطة والقوة، الا انه بيسأله عن اللي عايزه منه بالظبط، وساعتها بيوعدوا الملك انه بعد المهمة دي هيبقى حر ويديله القطع اللي ناقصة المركب بتاعته، وبالشكل ده يبحر في المحيط زي ما كان بيتمنى من بداية الكارثة. لكن الصدمة لما بيكتشف جايك ان الملك عاوزه يسرق لوحة الموناليزا، ورغم ان فرنسا اللي فيها اللوحة اتدمرت تماما، الا ان الملك عنده معلومة بتقول ان الحكومة الفرنسية نقلت كل اللوحات والمقتنيات الثمينة مع بداية الكارثة لمنشأة تخزين سرية، وبيطمنوا الملك انهم هيقدروا يوصلوه هناك بطيارته الخاصة، وخلاف كمان المركب اللي هتتصلح هيديله كل الموارد والاكل اللي محتاجه، وكمان هيديله لقب الوضيع المثقف. جايك بقى بيسيب كل ده وبيعجبه اللقب قوي، وبيوافق ينفذ المهمة على طول، وبيروح بعد كده يودع الكلب بتاعه، وبيقف مع وزيرة الدفاع وبيطلب منها لو حصل له حاجة تاخد بالها من الكلب وتهتم بيه. وتاني يوم على طول بيروح لمنطقة الطيران بتاعة الملك، لكن الصدمة لما بيشوف الطيارة اللي هيسافر بيها كانت طيارة قديمة جدا وفيها فتحات بسبب الرصاص اللي اتضرب عليها،
وبيتصدم أكتر كمان إن الرصاص ده لسه حديث، يعني كده الطريق أكيد هيبقى مليان بالمخاطر. وعامة وقتها بيدخل للملك اللي مجهز خريطة وبيشرح له الخطة بالظبط، وبيعرفوا إنهم هينزلوه عند نقطة معينة كده في فرنسا، وهو يتحرك بعدها من خلال مدينة خطيرة جدا مليانة بالثوار، بس لازم يعدي منها بهدوء لحد ما يوصل وسط المدينة، وهناك بقى هيلاقي حد تبع الملك يساعده ويزوده بباقي المعلومات. وأول ما يبقى معاه الموناليزا إن شاء الله هيرتب الملك لإخلاء جوي ويخرجه من هناك في خلال 3 ساعات بس. وطبعا رغم إن جايك بيكون قلقان جدا من الطيارة أساسا الخردة اللي بره دي، إلا إنه خلاص بيتحط في الأمر الواقع وبيقبل بالمغامرة الجديدة. أول بقى ما بيتحرك مع الطيار في الجو بيتصدم إن الطيارة فيها شوية مشاكل داخلية كده، وأساسا لو حد هجم عليهم مش هياخدوا بالهم، وعلشان كده الطيار بيخلي جايك يلبس الباراشوت تحسبا يعني لأي حاجة. ساعتها بقى بينام جايك شوية كده وبيحلم برضه إنه صلح المركب ودخل بيها في المحيط، لكن الغريب المرة دي إنه بيلاقي بنت راكبة معاه بس مش بيشوف شكلها خالص، وده لأن الطيار بيصحيه لأنهم دخلوا المجال الفرنسي، ولأن أتباع الجنرال مسيطرين هنا فبيلاقوا ضرب النار جاي من كل حتة، وبسبب كده الطيار بيطلب من جايك يجهز لأنه لازم ينط دلوقتي. لكن المشكلة الأكبر إن جايك رغم مغامراته دي كلها عمره ما نط بباراشوت قبل كده، لكن للأسف مفيش قدامه حل تاني، وعلشان كده بيقرأ الفاتحة وبينط وهو مرعوب، بس لحسن الحظ يعني بتمشي معاه وبيهبط على الأرض بسلام. بمجرد ما بينزل بقى بيلاقي نفسه وسط ساحة حرب وضرب النار شغال من كل ناحية، وبيلاحظ وقتها إن أتباع الجنرال حرفيا مسيطرين على الناس بالحديد والنار. أما الجنرال نفسه فبيكون قاعد في أحد البيوت بيلعب شطرنج مع واحد من العامة، وبيحكي له وقتها الجنرال إن لعبة الشطرنج قدرت تنمي ذكائه بشكل كبير وخلته كمان يحترم الخصوم اللي بيعرفوا يلعبوا، بس المشكلة إن الشاب ده ما يعرفش حاجة في الشطرنج أصلا وبيلعب غلط، وعلشان كده الجنرال بدون تردد بيديله طلقة بيخلص عليه. ساعتها بقى بيدخل المساعد بتاعه وعرفوا إن رجالتهم استهدفوا طيارة عدت من محيطهم ونزلت شخص بالباراشوت، وهو أول ما بيسمع كده بيؤمر الجنرال يعرف الجنود كلهم إن اللي هيلاقي الزائر بتاعهم ده هياخد 1000 رصاصة كمكافأة، لأن بالوضع الحالي كده الفلوس ما بقاش ليها أي قيمة خلاص. وعامة مع طلوع النهار بيكون جايك قدر يعدي من منطقة الجنرال ودخل المدينة اللي بعدها، بس برضه بيلاقي رجالة الجنرال مسيطرين عليها ومجمعين الناس في الساحة وبيعدموا 2 من الثوار قدامهم علشان الكل يخاف، لكن جايك ما بيهتمش وبيحاول يمشي من طريق تاني لحد ما بيظهر قدامه 3 جنود وبيطلبوا منه يسيب الشنطة اللي معاه، فبيحدف وقتها الشنطة على واحد فيهم وبيبدأ يضرب في الباقي بمنتهى القوة والعنف، وطبعا ولا واحد فيهم كان ند كافي للوحش جايك صاحب البنية الجسدية المخيفة، واللي على الرغم كمان ان واحد فيهم طعنه بالخنجر الا انه مش بيتأثر وبرضه بيخلص عليهم بمنتهى السهولة. ولما بيظهر قدامه بقى جندي تاني فجأة كده ورافع السلاح بتيجي من وراه بنت تخلص عليه، وبتقدم بعد كده نفسها باسم إدرية، وبتعرف جايك انها هتبقى الوسيط بتاعه هنا لحد ما ينفذ المهمة بنجاح، وبتخليه يتحرك معاها بهدوء لان جنود الجنرال مسيطرين على كل شيء بالعتاد والأسلحة. اول حاجة بقى بتوديه لكنيسة قديمة كده فيها كاهن تبعهم، واللي لما بيلاقي جايك بينزف بيعرض عليه المساعدة، بس جايك بيكون مستعجل وبيقول له عرفني فين المخبأ السري علشان اخلص المهمة دي وارجع لحياتي العادية من تاني. فبيوريه الكاهن عربية مصفحة اشتغل عليها بنفسه ودي اللي هيتحركوا بيها اثناء المهمة، وبيوريهم على الخريطة المنطقة اللي فيها المخبأ، بس مشكلتها الوحيدة انها مليانة بآكلي لحوم البشر، بس للأسف مفيش حل تاني، والكاهن بيبدأ يجهز لهم العربية لحد ما درية تعالج الجرح بتاع جايك في السريع كده، بس بتفضل ترغي معاه لحد ما أتباع الجنرال بيوصلوا للكنيسة وبيحاصروها، فبيقرر وقتها الكاهن يضحي بنفسه في سبيل القضية وبيعرفهم انه هيشغل الجنود شوية لحد ما يقدروا يهربوا من هنا. بالفعل بيخرج الكاهن قدام الجنود وهو مستعد للموت، خصوصا لما بيطلع مسدس وبيضرب على دراع واحد فيهم بدون تردد، بس طبعا وقتها باقي الجنود بيفرتكوه بالرصاص في الحال. درية بقى بتكون لسه موجودة ومش بتتحمل اللي بيحصل ده، وعلشان كده بتهجم على الجنود واحد ورا التاني بمنتهى القوة والعنف، وجايك في نفس الوقت كان في العربية بس ما كانش عارف يشغلها، بس اول يعني ما بتشتغل بيخرج بيها بمنتهى التهور قدام الجنود، وبينطلق هو ودرية بأقصى سرعة لأن الجنود لسه وراهم بالموتوسيكلات. وحتى لما بيقابلهم حاجز بعد كده بينط جايك بالعربية من فوق بكل سهولة، بس المشكلة ان وقتها حاولوا يصطادوهم بالدبابات والمدفعية، لكن جايك بيعمل عرض ولا أروع وبيفضل يهرب منهم كل ما يقربوا له لحد ما بيلاقي قدامه دبابة وبتستعد للإطلاق عليه، فبيتفادى الضربة في اللحظة الأخيرة وبيخليها تصيب العربية اللي كانت وراه، بس في نفس الوقت بيفضل يشتم في الملك علشان اداله لقب الوضيع ومخليه يتبهدل كده بسبب الموناليزا.
على العموم بتوصل الأخبار للملك إن جايك ودريا خلاص في طريقهم للقاعدة العسكرية اللي فيها المهمة، ولما بتعرفوا الوزيرة إن الكاهن بتاعهم مات بيقول لها يلا يبشبش الطوبة اللي تحت راسه كان راجل كويس. أما بالنسبة لجايك ودريا فبيخيموا في مكان كده أثناء الطريق علشان يرتاحوا شوية، بس بيكون جايك مستغرب ليه كلهم بيحاولوا يساعدوه علشان يوصل للموناليزا وهي قطعة فنية وكل حاجة بس مش للدرجة دي يعني. فبتقوله دريا طالما الملك عاوزها تبقى حاجة مهمة ولازم يحصل عليها، وبتعرفه إن الكاهن ده هو اللي مربيها من قبل الفوضى دي ما تحصل في الأرض حتى، لكن رغم كده ضحى بنفسه في سبيل قضية أكبر، خصوصا إن الجنرال هو كمان بيدور على القاعدة العسكرية، وده معناه إنهم لازم يحصلوا على اللي جوه الخزنة دي قبله. فبيقول لها خلاص مش مهم، المهم اخد المركب بتاعي بعد المهمة وابحر في المحيط. فبتديله دريا مركب ورق كده وبتقوله صبر نفسك بيها لحد ما نخلص المهمة وبعمل اللي انت عاوزه. المهم في الوقت ده بيكون الجنرال وباقي اتباعه على اخر قطارات الحياة، وبيوصلوا لمقر الكاهن كده علشان يشوفوا الجندي اللي اتضرب عليه النار ده. ولما بيعرف الجنرال انه فشل في احتواء الموقف والاتنين الدخلاء هربوا منه بيتضايق جدا وبيأمر المساعد بتاعه يخلص عليه في الحال. اما جايك ودريا فبيكونوا وصلوا خلاص للمنطقة المطلوبة واللي بتكون متدمرة تماما بسبب اكل لحوم البشر، وساعتها بتعرفوا دريا انهم كانوا سجناء قبل الكارثة، ولما اتحرروا بدأوا يصطادوا البشر وياكلوهم بسبب قلة الموارد. بس المهم انهم دلوقتي بيدخلوا المقر الاساسي اللي كان فيه اللوحات، وساعتها بيستنتج جايك انهم نقلوا كل حاجة في الثواني الاخيرة، خصوصا لما بيتتبع الاثار وبيفهم ان في حد كان بيهجم عليهم. بس عامة بيدخلوا دلوقتي مكتب المدير لانه اكيد مسجل بيانات اللوحات اللي اتنقلت من هنا، وفعلا مع التدوير دريا بتلاقي مفكرة كان مكتوب فيها احداثيات المكان اللي نقلوا عليه المقتنيات الثمينة. بس جايك بيقول لها اكيد الموضوع مش بالسهولة دي يعني، وبيبدأ يفك شفرة الاحداثيات الموجودة بفضل خبرته، وبيفهم ساعتها انهم حاطين الاحداثيات دي كتضليل مش اكتر. لكن اثناء فك باقي الشفرة بتكون جماعة اكلي لحوم البشر اقتحموا المكان، فبيحاول جايك يفك الشفرة بسرعة لحد ما بيفهم ان المخبأ موجود داخل حصن قديم في فرنسا، وساعتها بيستعدوا الاتنين علشان يمشوا من هنا قبل ما يموتوا او الاسوأ انهم يتاكلوا. وفعلا بمنتهى الهدوء بيخرجوا بره البناية، وبيكون جايك جاهز قنبلة تنفجر في الجماعة المتوحشة كلها مرة واحدة علشان يمشي هو ودريا كده والنار وراهم زي الأفلام. أثناء الطريق بقى بتتواصل دريا مع الطيار وبتعرفه بمكان المخبأ علشان يبلغ الملك ويستعد لإخراجهم من هنا عند الوقت المناسب، خصوصا إن الجنرال وأتباعه وصلوا للمكان الرئيسي ودخلوا يبحثوا فيه، وساعتها شافوا المفكرة بالإحداثيات اللي فيها. لكن برضه الجنرال بخبرته الكبيرة بيقدر يفهم إن ده مجرد فخ، وبرضه في النهاية بيعرف بموضوع الحصن هو كمان، وبيروح ناحية أحد المتوحشين كده اللي لسه عايشين وبيديله كام طلقة بيقضي عليه تماما. أما جايك ودريا فبيوصلوا أخيرا للحصن المنشود، وبمجرد ما بينزلوا قدام البوابة بيستغرب جايك من كل حاجة حواليه، خصوصا إن في كاميرات شغالة وده معناه إن المكان فيه طاقة بطريقة ما. بس عامة بيدخلوا من المستودع اللي جنب الحصن وبيفتشوا فيه، ووقتها بيكتشف جايك ان الطاقة جاية من الالواح الشمسية اللي حاطينها بره المكان. لكن وقتها بتناديله دريا لانها شافت خريطة المكان اللي يقدروا يدخلوا الحصن من خلالها، بس المشكلة انها عبارة عن فتحة تهوية واخرها مروحة قاتلة. لكن رغم كده برضو جايك المغامر بيقبل التحدي وبيقرر ينزل من الفتحة دي، بس بيطلب من دريا انها تدمر الواح الطاقة الشمسية في الوقت المناسب علشان تعطل الطاقة والمروحة ويقدر يدخل الحصن بسلام، لانها لو ما عملتش كده هيخبط في المروحة ويتفتت لاشلاء حرفيا. وبالفعل بيتفرق الثنائي علشان كل واحد يقوم بمهمته، وبيجهز جايك وقتها حزام وحبل يمسكوه هو نازل وبيستعد بالكامل، ودريا هي كمان بتروح تقف قدام الالواح الشمسية وبتضرب عليها اكتر من مرة، لكن المشكلة انها بتفشل في الاصابة. جايك بقى في الوقت ده كان خلاص نزل وقرب من المروحية، والمشكلة ان الحبل ممكن يتقطع في اي وقت بسبب وزنه، والمشكلة كمان ان في نفس الوقت محاولات دريا كانت مستمرة في الفشل لحد ما اخيرا بتصيب الالواح اخيرا وبتدمرهم كلهم مرة واحدة. وده بالظبط بيحصل بالتزامن مع وقوع جايك داخل فتحة التهوية، بس بيعدي من المروحة بسلام، لكنه برضه بيفضل يشتم في الملك لانه سبب البهدلة دي كلها. المهم بينزل بعدها لانفاق المية وبيفضل يعوم لمسافة كبيرة، بس المشكلة انه مش بيقدر يخرج من السرداب المائي وبيكون خلاص هيفقد الوعي ويموت، لكن بآخر قوته بيقدر يفتحه وبيخرج في اللحظة المناسبة. بتوصل بعد كده بقى دريا قدام باب الحصن وبتفضل تندع عليه وهي خايفة، فبيفتح لها المكان بسرعة لأنه شاف قدامه لوحة الموناليزا خلاص. لكن المفاجأة الكبرى بقى إن لوحة الموناليزا ملزوقة على قنبلة نووية، وساعتها بتعتذر له دريا لأن الملك قال لها إنه لو عرف بموضوع القنبلة مستحيل يقبل يساعدهم، فبيأكد لها جايك المعلومة وبيكون غضبان إنهم خدعوه.
لكنها بتشرح له يعني ان دي اخر قنبله نوويه موجوده على وجه الارض، وهي بتفضل تسلمها للملك احسن ما ياخدها الجنرال المتوحش. بس طبعا جايك شاف ان الاتنين زي بعض وما كانش عاوز يتورط في الموضوع اساسا، وعلشان كده بيودعها وبياخد العربيه وبيمشي من المكان. ساعتها بتجتمع دريا مع 2 من الثوار استعدادا لنقل الموناليزا من هنا، اما جايك في اثناء الطريق بيفضل يقول لنفسه دي مش معركتك يا جايك، مالكش دعوه، انت عاوز مركبه تلف بيها في المحيط وشكرا على كده. بس اللي ما كانش عامل حسابه هو وصول قطر لجنرال لمنطقه الحصن، والجنود وقتها بيبداوا يضربوا النار على كل اللي موجودين لحد ما بيصفوهم تماما وسط صدمه من دريا. والجنرال اول ما بيشوف القنبله النوويه بيفرح جدا، خصوصا ان هو اللي معاه المفتاح الوحيد في العالم اللي ممكن يشغلها، وعلشان كده بيؤمر رجالته ينقلوا الموناليزا الغاليه استعدادا لتدمير ما تبقى من العالم. في الوقت ده جايك بيقف فجأة كده في الطريق وبيفضل يبص على المركبة الورق اللي اديتها له دريا، وعلشان الموضوع فيه مراكب بس مش أكتر بيقرر يرجع للحصن ويساعدها. لكن بمجرد وصوله بيشوف الرجالة اللي معاها كلهم ميتين في الأرض، فبيدخل الحصن بسرعة وساعتها بيلاقيها واقعة على الأرض ورجليها مصابة، فبيحاول يعالج جرحها فورا قبل ما تموت. ولما بتعتذر له انها كذبت عليه بيقول لها انا هسامحك فعلا لما تساعديني نرجع الموناليزا من الجنرال، وبيعرفها انه هيوصل لقطار الجنرال ويشغله شويه هو واتباعه. وفي الوقت ده تكون دريا جهزت قنابل على الجسر، وبالشكل ده يقع القطر بالجنرال وكل اللي يعرفوه كمان. وبياخد جايك بعد كده شويه ذخيره واسلحه معاه وبينطلقوا فورا علشان يلحقوا القطر. وفعلا بعد وقت قليل بيقربوا من القطر جدا، بس بيدخلوا من طريق تاني علشان محدش يكتشف وجودهم. وعند نقطه معينه كده بينزل جايك يتسلل للقطر بسهوله، وفي البدايه كده بيرمي قنبله على عربيه مليانه برجاله الجنرال وبيخلص عليهم، وبيدخل بعد كده ياخد سلاح وبيقضي على اللي فاضل منهم بمنتهى القوه والعنف. وعلى الحال ده بقى كل ما يدخل عربيه جديده يلاقي فيها جنود اقوى من اللي فاتوا، لكن رغم كده جايك بيكون قوي وبيقدر يتصدى لهم بشجاعه كبيره لحد ما بيوصل للمساعد اللي بيبقى قوي فعلا لدرجه انه بيوقع جايك على الارض، فبيتعصب جدا وبيمسكوا يدمروا تماما. لكن وقتها بيشوف الجنرال وبيضرب عليه النار، لكنه بيقتل المساعد بتاعه بالغلط، فبيحاول يجري لكن جايك بيروح وراه ويحاول يبعد المسدس عن المعادله تماما، خصوصا ان الجنرال شرس جدا ولو طاله اكيد هيقتله بدون تردد. لكن جايك العبقري بيوصل لسكينه فورا وبيغرزها في ايده. اما دريا فبتكون وصلت للجسر وبتجهز المتفجرات استعدادا للحظه المناسبه، واول ما بيقرب القطر بتفجرها على طول. واول ما جايك بيسمع الانفجار بينزل من القطر فورا وبيسيب الجنرال والموناليزا وباقي اعوانه يقابلوا المصير الأسوأ على الإطلاق، وبيقع القطر بيهم من الجسر وبيتدمر تماما في حفرة عملاقة. دريا في الوقت ده كانت خايفة لحسن يكون جايك مات ولا حاجة في الانفجار ده، لكنه بيظهر من وراها وبيطمنها انهم نجحوا خلاص. وبعد كده بيروح يقابل الملك وبيعرفه ان الموناليزا موجودة في عمق وادي ضيق جدا ومستحيل تخرج، وبيسلموا المفتاح النووي بتاعها وهو بيتمنى انه ما يكونش زي الجنرال وطموح القوة والسياسة مش اكتر. وفي المقابل بيديله الملك باقي الموارد اللي محتاجها للمركب فعلا علشان نشوف بعدها جايك بيستمتع بوقته في نص المحيط، والبنت اللي كانت بتظهر له في احلامه بقت حقيقة خلاص، لاننا بنكتشف ان دريا قررت تسيب النضال والكفاح من اجل البشرية وركبت المركب مع جايك علشان يقضوا حياة سعيدة مع بعض. يعني بذمتك يا صديقي العالم لو بينتهي وفي ايدك تساعد هتسيب كل ده وتسافر اسكندرية بالمركب مثلا؟ يا ريت تبقى تعرفني رأيك في الكومنتات. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.